لما توصل على مكان معزول عن العالم في وسط المحيط الهندي. النهاردة بتعرف على واحدة من أجمل الجزر الموجودة على المحيط الهندي، وهي جزيرة موريشيوس. جزيرة موريشيوس ليها تاريخ كبير محتاجين نعرفه، لأن في دول كتيرة قدرت توصل لها وتحتلها ولها أساطير كتيرة عنها. جزيرة موريشيوس واحدة من أجمل الجزر الموجودة على المحيط الهندي، وبتقع جزيرة موريشيوس في أفريقيا. أهلا بيكم في جزيرة الجنة، Paradise Island, Mauritius. The island colony of Mauritius, far out in the Indian Ocean, over 1,500 miles from Mombasa, was the second place visited on the royal tour. وخليني أقول لك حاجة جميلة جدا عن جزيرة موريشيوس، إن هي الجزيرة المميزة جدا بجمالها وطبيعتها الخلابة. مش بتحتاج أوراق كتير عشان توصل لها، كل اللي أنت محتاجه هو جواز سفر يكون ساري وتوصل لجزيرة موريشيوس بتيكت الطيران. بس هو ده كل اللي أنت محتاج له، مش محتاج توصل وتتعب في نفسك وتطلع بفيزا أو شيء آخر. هي أعتقد إن هي تكون وجهة كبيرة جدا لأي شخص يتمنى إن هو يجدد ويشوف أماكن مميزة وطبيعة خلابة، وفي نفس الوقت إن هي رخيصة ومش مكلفة. You might call it a sugar island, for its people live almost entirely by the production, manufacture and export of sugar. Growing and harvesting the cane is the chief occupation of the islanders. Port Louis, the capital, has also known Portuguese, Dutch and French ownership. This was now the destination of the Royal Yacht Britannia, and what a splendid picture she made as she approached the harbour, especially with that wonderful background. خلاص وصلنا، هو ده المركب اللي هياخدنا ونوصل على الجزيرة اللي احنا رايحين لها. When the Dutch left Mauritius, the French were already present in Réunion Island, then known as Bourbon, and Madagascar. They were particularly interested in Mauritius due to its ideal geographical location as a port of call for refueling in fresh supplies of food and water, and to secure their strategic position in India and the Indian Ocean. وصلنا على الجمال ده، هنبدأ تور هنا كان معزول عن العالم كله. انت حرفيا محاط بالبحر من كل الاتجاهات، موضوع ممتع بجد. اللغة الدارجة هنا في الجزيرة موريشيوس هي اللغة الفرنسية. أول من إن أنا شفته هم كرسميا هي اللغة الإنجليزية في المدارس وكده، لكن اللغة الفرنسية هي اللغة الدارجة الأكتر مع التعامل مع الناس. Mauritius, in the Indian Ocean, is on her own after a century and a half of British rule. At the state opening of Parliament, the Queen's speech was read by the Governor-General, Sir Michael Rennie, instead of Princess Alexandra. The unstable security situation caused the cancellation of her visit. The Prime Minister, Sir Siwusago Ramgoolam, leads the Hindu-dominated ruling party. The other main elements are Muslims and Creoles. The Creoles don't want independence,
but ironically it was a Creole policeman who raised the Mauritius flag. The absence of the princess, as well as most of the Creoles, made it a pretty one-sided celebration. وبعد الاستقلال جزيرة موريشيوس أصبح عندهم اقتصاد قوي جدا، زي إن هم بدأوا يعتمدوا على السياحة والصناعة وتصدير لدول كتيرة، لأن جزيرة موريشيوس كانت مميزة بزراعة قصب السكر، ودلوقتي أصبح عندهم نمو اقتصادي قوي جدا. العملة الرسمية هناك هي العملة الروبية، دي اللي انت بتستخدمها في كل حاجة هناك. في الوقت الحالي $1 بيعادل 46 روبي. خليني اقولك ان الاسعار هناك مش رخيصة ومش غالية، هي في المتوسط في الوقت الحالي. وبتتميز جزيرة موريشيوس إن هي مكان مميز جدا، بتلاقي فيه ثقافات كتيرة مختلفة، والناس هناك طيبين جدا، إن هم مسالمين بيحبوا يساعدوا كل الناس، ما عندهمش الكراهية اللي بنشوفها في أماكن مختلفة كتيرة، وما فيش هناك جرائم أو شيء من ده، لأنها هي جزيرة أمينة جدا للغاية. معزولة عن العالم كله، وقت الراحة انت في بيس، مفيش حد حواليك، هي دي كلها عبارة عن أشجار، وفي الفيو بتاع البحر هنا، بس هنا مش معروفة كتير. ففي حاجات في أفريقيا زي جزيرة موريشيوس، والجزيرة الآيلاند دي جوه الجزيرة مش معروفة، يعني في حاجات جوه أفريقيا جميلة جدا بجد. الدول هنا محتاجة تستثمر في الحاجات اللي زي دي، جمال الطبيعة، جمال الخالق، ما شاء الله، يعني سبحان الله. Any other countries around? Get Australia more that way, Yeah. but that's a long way away. And Reunion Island is more towards that way. And Madagascar is towards that way. Wow. It's like basically we are in nowhere right now. Middle of nowhere. Yeah. Middle of nowhere, yeah. الموضوع كان متعب شوية على ما جينا للمطار، لأن خلصنا على طول وما رجعناش على الهوتيل، جبنا حاجتنا وجينا على المطار على طول، لأن الموضوع مطول شوية على ما الطيارة تيجي. متجهين لوجهة تانية إن شاء الله، لسه في حاجات جاية تانية أحسن. الحاجة الوحيدة اللي بتبقى سيئة إن أنت تقعد تنتظر كتير، ومفيش أي حد خالص، مفيش حد هنا. جدعان، اي حد مطار مفيش ناس جايه، مفيش ناس رايحه اصلا.
اول مره اشوف مطار بالهدوء ده. المفروض يديله جايزه اهدأ مطار في العالم عشان الهدوء اللي هم فيه. لحد دلوقتي وبتنتهي رحلتنا مع موريشيوس، بس لسه مكملين في اماكن تانية. الشباب ما تنسوش تدعمونا بلايك جميل، اشتراك وكومنت، عشان دعمكم ده اللي بيخلينا نستمر. واستنونا في الفيديوهات اللي جايه، لسه في حاجات كتيره جايه حلوه كتير. لحد دلوقتي هسيبكم مع فيو رائع اللي هو وقت شروق الشمس. استمتعوا بيه واستنوني في اللي جاي. سلام.